السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أولى فيديوهاتي على القناة الجديدة مروة محمود للطبخ بريشة. والطبخ بريشة، الطبخ بريشة ليه؟ لأني بحب الرسم جدا، بحب الألوان، بحب البورتريهات، بحب أي شيء داخل فيه الطبيعة. بحب الطبيخ جدا، أقف في المطبخ أعمل أحلى الوصفات. بحب شديد جدا، ما بعملش لمجرد تأدية الطبخة وخلاص أطلع أجري. لا، الحمد لله ربنا محبب ليا يعني حاجة زي كده. فأولى فيديوهاتي النهاردة أتمنى أكون خفيفة عليكم، وصفاتي خفيفة، مش مكلفة، بسيطة. نستفيد الخبرات من بعضنا. انتوا تفيدوني وانا افيدكم، حتى لو في نقد بس اتمنى يكون نقد بناء ان شاء الله. بحب اتعلم وصفات جديدة، اللي عنده وصفة جديدة يقولي عليها وانا ممكن اعملها. وممكن نكرر وصفات مصرية، جزائرية، تونسية، تركية، ايطالية. احب المخبوزات جدا، احب المعجنات، وهنبتدي مع بعضينا اولى الطبخات، وهتتوالى الاحداث ان شاء الله باذن الله. اتمنى بس منكم التشجيع والتفاعل معايا عشان استمر، اللايك والشير والكومنتات عشان نتحاور مع بعضينا. اول حاجه هبدا النهارده باذن الله بطاجن فراخ مشويه في الفرن، مع شرائح البطاطس وشرائح البصل وشرائح الفلفل الرومي والفلفل الحار. بحب تكون متوسطة، السمرة بتاعة البطاطس متوسطة، وكل واحد على حسب عدد أسرته. أنا عدد أسرتي 4، فالسمرة هنا كانت من بين صغيرة ومتوسطة، اخترت 4 سمرات بطاطس. ومعايا برضو طاجن من الصلصة. دي صلصة جاهزة، مضاف ليها فلفل حار، ومضاف ليها اللي هي الشطة، يعني البهارات وفلفل وكمون وشطة، بابريكا حارة أو بابريكا عادية. معايا برضو بودرة ثوم، معايا بودرة بصل، بجانب ان انا حاطة برضو شرائح بصل وحاطة شرائح من الثوم. انا بس بحب اضافة النكهات، اللي مش حابب حاجة زي كده طبعا بيستغنى عنها. وبعتمد في الوصفة بتاعتي على الأكياس الحرارية طبعا، اللي هي من نوع آرو، نضيفة جدا وكويسة، وبستعملها من سنين. بقطع شرايح البصل والبطاطس والطماطم والفلفل الرومي والبطاطس مع بعض في طاجن كبير زي ما احنا شايفين طبعا، كل واحد على حسب عدد أسرته. وبجيب الفرخة، هنا دي عندي فرخة بلدي من 1.5 كيلو ل2 كيلو الا ربع. ببدأ افتحها من الظهر، وبعدين باجي عند القفص الصدري بدوس عليه بضغطة بباطن اليد كده، بتتفتح 4 تربع زي ما احنا شايفين، اللي هي طريقة الشوي العادية اللي كلنا عارفينها. بحب استعمل فراخ البلدي، يعني ماليش في الفراخ البيضة، كل واحد طبعا على حسب ما تعود. واللي حابب طبعا فراخ بيضة عادي جدا، مفيش مشاكل، بيضيف عادي. ما بحبش اكتر زي ما قلت لكم، الوزن من 1.5 كيلو لحد 2 الا ربع. بكون غسلها كويس جدا بالملح والكمون والفلفل الاسود والبهارات كده الاول، وبعدين بنقعها في ميه فيها ملح وخل وقطرات من الليمون. دي تاني غسلة. تالت غسلة بعملها بالدقيق وبشطفها وبسيبها تجف شوية، وبعد كده اكون مقطعة حلقات من البصل، احط لها شوية فلفل اسود ونقطتين 3 برضو ليمون، وادعكم كويس جدا في بعض لحد ما شرايح البصل دي تنزل البصل المية بتاعت البصل. دي بتدي نكهة للفراخ تحفة تحفة تحفة، وفي نفس الوقت بتشيل اي زفارة معايا بعد طبعا الخطوات اللي انا عملتها دي كلها، بس زيادة في التأكيد علشان برضو ما يكونش فيه اي زفارة، وبتديني نكهة حلوة جدا في الشوي. وببدأ بالصوص بتاع الصلصة ده. لو أنا مش حابة الصلصة الجاهزة ممكن أعصر من 3 ثمرات ل4 ثمرات طماطم، ودي طبعا بعملها على طول، بس أنا هنا بتكلم على وصفة سريعة تقعد معايا 25 من 20 حتى ل25 دقيقة. لو أنا سريعة شوية والفرخة متنضفة عندي جاهزة، بطلعها من الفريزر بس والله 10 دقايق فقط تحضير الوجبة، 10 دقايق. بجيب شرايح البصل اللي انا دعكت بيها الفرخة، بحطها ما بين الجلد، بحطها فوق الفرخة ذات نفسها. ومعلش هنا بس انا عندي عقدة بسيطة، ان انا مش بحب اي حاجة تنزل على البوتاجاز، بحب انضفها اول باول، لانها فعلا لما بتتساب بتبقى متعبة بعد كده وبتضايق قوي، وبحس ان انا بقى مش مرتاح نفسيا وانا بعملها،
ويعني عشان ما يحصلش أي كسل. بس فبنحط الصوص اللي احنا شايفينه ده كويس قوي بتاع الصلصة في فتحات الفراخ اللي احنا عاملينها وتحت الجلد، وانا طبعا عاملة فتحات في الصدر وفي الوراك على اساس الخلطة تتشربها كلها. ما بسيبهاش ولا نص ساعة ولا ربع ساعة ولا اي شيء نهائي. 10 دقايق ربع ساعة بعمل الاكل زي ما انتم شايفين كده، ما بياخدش معايا وقت خالص. بحدد بقى دخوله الفرن في قد ايه لكل كيلو من الفراخ. اللحوم عموما، الفراخ او الديك الرومي او البط او الوز او اللحمة ذات نفسها، لكل كيلو نص ساعة في الفرن. بس طبعا باستخدام الكيس الحراري. نص ساعة في الفرن، يعني الفرخة اللي هي كيلو ونص بتاخد حوالي ساعة الا ربع. ولو انا بقى عايزة اخليها يعني بقى تبقى طيبة طيبة قوي كده، يعني ايه، تبقى زي الشيف براك مثلا، اسيبها ساعة. وبعد اما اسيبها الساعة دي بشيل من عليها الكيس الحراري او ورق الفويل اللي انا بضيفه برضو مع الكيس الحراري. او لو ما عنديش كيس حراري خالص بحط ورق فويل بس ما يلمس الاكل، يعني ما فيش تلامس ما بينهم عشان ما يحصلش نوع من الاكسدة. بيبقى الطاجن يعني مش عالي قوي بحيث ما يلمس القصدير. خلاص. وبضيف برضو هنا باقي الصوص اللي عندي في جميع الجوانب وفي الصينية من جميع الجهات. وببدأ سوري ما كملتش معاكم. بعد ما بسيبها لمدة ساعة بشيل الكيس الحراري والفويل دوت، وتحت الشواية من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير بتديني أحلى لون شوي. على الجهة دي وعلى الجهة دي بتستغرق حوالي 15 دقيقة، وبتدي طبعا لون جميل جدا للخضار كمان الشواية. فبيبقى النكهة كلها مبهرة مع نكهة الشوي. والله العظيم بتبقى تحفة 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 بشهادة كل اللي أكلها من إيدي. وأحب أوي تجربوها وتقولوا لي رأيكم عليه. أنا معظم الطبخات اللي أنا بعملها كلها حاليا في الفرن، توفيرا لمجهودي، توفيرا للادوات اللي انا بستعملها. اكله سريعه يعني بعملها نص ساعه واقعد ارتاح لحد ما تتعمل في ساعه. اقوم قبل الساعه دي ب10 دقايق مثلا اعمل معاه رز ابيض. بتتقدم مع الرز الابيض رز بشعريه، طاجن لسان عصفور، او ممكن تتاكل فقط خضار مع قطعه الفرخه لو احنا عاملين دايت. وكأكل طبعا هيلسي وصحي، ما فيهوش زيوت تماما، ما فيهوش اي شيء دسم. وكمان زي ما حضراتكم شايفين انا معظم الجلد شايلاه من عند الصدر والرقبة، اللي هو بيبقى فيه طبقة دهنية عالية جدا، لا بشيله ده خالص كمان. يبقى اذا انا ما بضيفش كمان مية خالص في الطاجن بتاعي. بعتمد على الشوربة اللي بتنزل من الفرخة، بيتشربها كل الخضار وبتكون نكهتها طعمة جدا ودايبة جدا وطعمها رائع فوق الوصف كده. في كل معلقة كده خيال واحنا بناكلها. وبعد كده في تركات بسيطة جدا بستعملها مع الأكياس الحرارية. أنا بستعمل ماركة أرو اللي أنا وريتها لكم في التصوير. في منها ال5 قطع وفي ال3 وفي ال2 الجامبو. انا بجيب ال5 بتبقى معقولة لو مش ديوك رومي او بط او حاجة كبيرة. بحط الكيس بالطبقتين بتوعه زي ما احنا شايفين، ما بفتحوش، ما بدخلش الاكل جوه خالص من ساعة يعني ما ابتديت اعمل الاكياس الحراري دي نهائي. عمري ما عملت الحاجة جوه الكيس، لا بفضل قوي اعمله بالطريقة دي بحيث الخضار كله يتشرب الشوربة اللي نازلة من الفراخ او الطيور اللي انا عاملاها واللحمة. وبجيب معلقة أو شوكة أو سكينة بدخل الأطراف في الطاجن من جميع الجهات، من جميع الجهات، وأتأكد إن الهواء خرج كويس جدا من الكيس الحراري كده زي ما احنا شايفين من فوقيه. في كل الاتجاهات بدخل كده الأطراف. اهو وريته لكم تاني 5 قطع. اللي هو الارو ده نضيف جدا ونوعه كويس جدا ومتوفر في كل انواع السوبر ماركت. وبعد كده طبقة زيادة من الفويل. لو ما عندكيش الفويل بحط ورق كيس حراري فقط. لو عندك كيس حراري بس حطيه. وبحطه زي ما اتفقنا من ساعة لربع ساعة على درجة حرارة، أعلى درجة حرارة في الرف اللي في النص. وبألف هنا وألف شفا. وأتمنى يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم وتعجبكم كل وصفاتي. والسلام عليكم.